السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة حكايات بلادنا. هنا غد نعيش معاكم لحظات ديال التشويق، الغموض وحكايات زمان. قصص شعبية، حكايات غريبة وأسرار من تراثنا المغربي، كلها بالدارجة باش تحسوها قريبة منكم. يلا وجدوا راسكم وخليوا الخيال ديالكم يسافر معانا في عالم الحكاية. وإلى عجباتكم ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. واحد النهار في البحر الكبير ما بين الصويرة وأسفي خرج مركب صغير فيه صيادين وشاب اسميته أنور. الجو كان زوين والشمس طالعة بلون ذهبي، ولكن فجأة جا ضباب كتيف بحال حيط بيض كيغطي البحر كامل. من وسط هاد الضباب بان ظل ديال جزيرة صغيرة ما باينة في حتى خريطة. أنور وصحابو نزلوا الجزيرة باش يستناو الضباب يتبدد. المكان كان هادئ بزاف، أشجار طويلة بحال النخيل، عشب أخضر وأصوات طيور ما سمعوهاش من قبل. الهدوء كان عجيب بحال الجزيرة كتنفس. وسط الجزيرة لقاو قرية قديمة، بيوت مبنية بالحجر البيض، بوابهم محلولين وكأن الناس خرجوا مستعجلين. ولكن ما كانش خوف، بالعكس كان إحساس بالحنين، بحال القرية عمرها ملية بالضحك والصوت. على واحد الحيط لقى أنور نقش قديم مكتوب فيه: من عاش هنا يتعلم معنى الصبر. في واحد الدرب بان ليه راجل مسن لابس جلابة بيضة، رحب بيه وقال: مرحبا بك ولدي، الجزيرة كتستقبل الضيوف اللي قلوبهم نقية. أنور تخلع، ولكن العجوز كان كلامه هادئ كيشرح ليه أن الجزيرة كتظهر غير للناس اللي محتاجين يتعلموا درس. العجوز أعطى الأنور ساعة رملية زجاجية وقال ليه: كل حبة رمل كتسقط هي فرصة في الحياة، ما تضيعهاش. منين قلب الساعة حس بالوقت كيوقف شوية، طيور تسكتوا، البحر سكت والهواء ولا خفيف. في الليل أنور حلم أنه كيجري وسط البحر والموجة كل مرة كتطيحو، حتى شاف نفس القرية ولكن عامرة بالناس كيضحكوا كيغنيوا كيعيشوا بالبساطة. العجوز بان في الحلم وقال ليه: الجزيرة كتوريك ما ضاع ولكن تقدر تصلحو. الصباح طلع والضباب بدا يتفرق. أنور لقى راسو مع صحابو قرب المركب، القرية غابرت، الجزيرة رجعت غير صخرة صغيرة وسط البحر. في إيدو باقي ماسك الساعة الرملية وكيتفكر كلام العجوز. إلى عجبتكم هاد القصة ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في قناة حكايات بلادنا باش يوصلكم الجديد كل نهار. وخليوا لنا التعليق، واش عندكم شي قصة سمعتوها في دواركم ولا مدينتكم؟ يمكن نعاودها هنا.